العلي العظيم 3 مرات. غير كاين نسبه كبيره من الشعب المغربي كاره حتى الملك، راه ماشي فقط الطبيعه او ربما السياسه، كاره حتى الملك. ولكن اخي امين حنا كنعيشوا في ربما في واحد الدوله عسكريه، دوله بوليسيه اخي امين. راه ربما انا كنت كنطلع في اللايف ديال الجزائر وكنتكلم هذا الكلام، كيدخلوا لي اخي امين في الخاص وكيهدوني، كيقولوا لي والله حتى غادي يجيبوك وحتى غتجلسوك على القرعه، والله حتى نديروا في العائله ديالك. اقسم لك بالله يمينا والله العظيم كيقولوا لي على اننا غنتقموا منك وغنجيبوك وغنديروا فيك حيت تكلمت كلمه الحقيقه. راه هذه في المواقع اخي امين، واش ربما يصرى فيك في الواقع. فما بالك في الحقيقه. الحقيقه يديروا فيك العجائب اخي امين. راه كاين ربما اخوه احرار راهم لحد الان في السجون ما عارفينش عليهم حتى الى اموات او احياء، العائلات ديالهم راه كيطالبوا بهم على الاقل عطيونا فقط الجثث اذا كانوا اموات، ولكن المخزن اش غدير اخي امين. الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غنقول لك واخي امين، اقسم لك بالله العظيم كاين مغاربه احرار والله العظيم رافضين التطبيع، رافضين حتى السياسه ديال الملك، ولكن للاسف هاد العياش اللي عاطي لهم منابر وفاتحين لهم كونطات وكيقولوا لهم سيروا سبوا الجزائريين. انا كمغربي، انا من السكان ديال وجده اخي امين، انا كبرت على الخير ديال الجزائر، انا كبرت على الخير ديال الجزائر، انا ملي كنت صغير اخي امين طالع بالخير ديال الجزائر. انا حتى الاب ديالي كان كيشتغل في التهريب، كان كيجيب داك الشيء من الجزائر، يجيب المواد الغذائيه، يجيب دوك كامل المازوت ليسانس خاي، كيجيب كل شيء. كنا عايشين بالخير ديال الجزائر والحمد لله عندنا الخير ديالنا من الخير ديال الجزائر اخي امين، وعمري ما غنكر الخير ديال الجزائر. وعندي صحابي خدامين في الجزائر اخي امين لاباس عليهم مهنيين، عايشين افضل عيشه احسن منا. المغاربه الحرار اللي كما انت اللي رافضين الطحين ما فيش بيننا وبينهم خير، فهمتني؟ ما فيش بيننا وبينهم خير والله العظيم، ما فيش بيننا خير. عندنا العقليه ديال الجزائر اخي امين، مازال عندنا الرجل هنا في وجده، مازال عندنا الشرف في وجده حيت تعلمنا من الجزائر اخي حقيقه. ولكن دوك الناس ديال الوسط اخي، ديك الناس ديال الشمال معروف عليهم اخي ديك الوسخ، وحاشا لله ماشي كاملين. كاين حقيقه الناس شرفاء، وكاين ناس حافظين لكتاب الله، وكاين ناس كيحترموا الدين ورافضين التطبيع ورافضين حتى لهذه العائله العلويه، ولكن للاسف ربما ما عندهمش الشجاعه على انهم يطلعوا يتكلموا. ان شاء الله الله ياخذ فيهم الحق، هذا واش نقول اخي. خويا احمد شوف المشكله وين، شوف المشكله وين. كل مغربي حر، كل مغربي حر يطلع يقول كلمه نتاع احرار، يرفض الطحين هذا اللي في المغرب ويرفض الرخص هذا اللي دايره محمد السادس ايميدياتمون، تلقائيا بديهيا آليا يسحبوا عليه الجنسيه، يقول لك هذا راه جزائري، هذا راهم يقولوا لك لتحت باللي راك جزائري يا سي احمد. نعم اخي امين، طلعت في اللايفات ديالنا ديال المغرب كنت كنقول لهم على الاقل تكلموا على المشاكل ديالنا. اهبط الانفصالي، اهبط الخائن، اهبط يرجعوا لي خائن انا في المغرب. ولكن سب الجزائر، سب الجزائر، سب السي الرئيس ديال الجزائر، سب ربما الشهداء، غتبقى مغربي حر ربما يفتخروا بك ويقول عاش الملك. لكن اذا تكلمتي على ربما على الذل اللي رانا عايشين فيه في الواقع، غترجع انفصالي وغترجع خائن وغترجع للاسف. صحيح للاسف العقليه ديال العياش اخي، للاسف والله لا دين للعياش، لا دين لهم. هادشي اللي نقول. بس خويا احمد شوف، انا قلتها مرارا وتكرارا للجزائريين، قلت لهم علاش الدوله الجزائريه مثلا ماهيش مدايره الذباب، وعلى النقيض المروك مدايره الذباب. محمد السادس يحتاج حاجه ماسه لهذا الذباب باش يلهي الناس، باش يخلق له عدو وهمي يسميه الجزائر ويبقى دائما يتحارب معاه وكذا ويلهيه وينسيه في المشاكل الحقيقيه نتاعو. زيد حاجه كي تخلق له هذاك العدو يولي يزيد هو يولي يحب محمد السادس، فهمتني؟ يولي يتمسك به اكثر حتى لو هو مش قانع به، فهمتني؟ الفلوس هذه اللي راكم تشوفوا فيها في التيك توك، هذه اللي راهم يدخلوا يدعموا هذيك فلوس دي اس تي، هذيك فلوس المخابرات خويا العزيز. المغربي ماهوش لاقي ياكل، تمسخر بيا تجي انت تحط لي الوفات في التيك توك تي ريغول من نيتك. انا كنت طالع امين، انا كنت طالع في واحد اللايف جزائري وكانوا كيتكلموا على المرتزقه. قلت لهم على ان الجزائر لو ربما عندها هذه السياسه ديال المرتزقه، الجزائر راه عندها ثروه اكثر من المغرب، ربما غتجيب لك كامل المرتزقه ديال العالم وغتسلحهم وغتجندهم وربما غنحطوا نفوسنا اذا. ولكن الجزائر ما عندهاش ديك السياسه اخي امين. الجزائر عندها المواقف ديالها هي اللي ربما كتكلم عليها. حنا للاسف رانا عايشين بحال داك الشفار اللي ربما كيخلص الناس وكيقول لهم سيروا قولوا على انني انسان شريف. هذا هو المغرب، هذه هي السياسه ديال المغرب. سي احمد شوف، الجزائر عندها الامكانيات الماديه باش تجيب مرتزقه مسلحين تدخلهم المغرب، ماشي دير ذباب الكتروني.
فهمتني؟ نعم نعم يجيو هما يخلطوها لتما، هما يدير لك حرب اهليه في المغرب. نعم. بصح ماشي مبادئ الدوله الجزائريه. نعم اخي، راه تفضل مبادئ احمد. ومواقف. هذا هو الفرق بيناتنا اخي امين. هذا هو الفرق بيناتنا. حنا في المغرب عندنا السياسه ديال الصهاينه، سياسه الابتزاز. ربما اذا طلع شي حر غيصوروا ليه ربما شي اوضاع مخله، ولا غيصوروا ليه داك العائله ديالو كيهدوا به. هذه هي السياسه ديال المغرب. سياسه خير راها صهيونيه. جبنا هذه السياسه مع الصهاينه، سياسه الابتزاز. انت تجند مرتزقه بحال داك اسعد الشرعي اللي هو سائق ديال الطاكسي. على الاقل ربما لو كان مؤرخ ولا كان شي حاجه، راه سائق ديال الطاكسي غيتكلم لك على دوله بحال المغرب، يتكلم ربما بلسان المغاربه، وغيسب ربما واحد الدوله اللي حنا عندنا علاقات معها وكناكلوا من الخير ديالها. هذا هو الاسف اخي. وهذاك مرتزقه اصلا هذاك كان كيسب المغرب وكان كيسب الشرف ديال المغربيات. والان رانا نشوفها اخي امين، راه عندنا راعي في المغرب عطيناه ربما شي صلاحيات ربما ما عندكش حتى اللي في المغرب. عطينو صلاحيات كيتخلص بفلوس الشعب المغربي. عطينو اش غنقول، وحكومه كثيره خير. كاين مصريين، كاين توانسه، كاين للاسف. للاسف. والله يا خويا احمد، شوف كاين واحد المثل، واحد المقوله، نظن اللي علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول لك اذا سكت اهل الحق عن الباطل توهم اهل الباطل انهم على حق. هادو الناس اللي ما قادرينش حتى يهضروا يا خويا احمد في السوشيال ميديا، فطبيعي محمد السادس والحاشيه نتاعو يتوغلوا، وطبيعي يديروا كراعهم، وطبيعي يزيدوا يدعسوا اكثر ويدوسوا اكثر على كروش هادو، بيسك هما ساكتين خويا احمد. صراحه الناس ساكته بزاف خويا العزيز. اسمح لي، في المغرب ما شفت الشعب، يعني الناس مساكن. الفقر اللي في افريقيا ما كان في حتى بلاصه. الافارقه راهم يثوروا خويا العزيز، الافارقه راهم يقولوا خلاص يونا مار من الطحين خويا، شبعنا من الطحين، شبعنا من الرخص، فهمتني؟ شبعنا من الذل، شبعنا من فرنسا، شبعنا من هاد الخونه، هاد العملاء تاع فرنسا. هيا يونا مار، هيا ديغاج، هاي تخدمني ما تخدمنيش، ديغاج قود، فهمتني؟ هادو يا خويا لا اله الا الله محمد رسول الله. وشفنا واحد الفيديوهات مخي هذا ماهوش قادر يقراها خويا العزيز، كيفاش انسانه ولا ناس او يهدم لهم محمد السادس في الدار نتاعها، كيخلص التهديم تقول له واه عاش الملك، حي عاش الملك. هذا هو الكلاخ. الكلاخ اخي. انا ربما بديت نشك على ان ربما حقيقه راه نسبه كبيره من الشعب المغربي ربما مكلخين اخي، ما عندهمش حتى العقل. ما يعني العقل ديالو هو عاش الملك، عاش الملك. هذه العقل ديالو، هو عايش في ربما في الجوع، عايش في المجاعه، عاش الملك. اش غدير؟ ما عرفتش انا هل هي خوف ام هي عبوديه ام ربما شي خاور. ما لحد الان العقل حقيقه لا يستوعب. رانا شفنا الشعوب ربما مثل الشعب ديال النيجر اللي ربما عنده كل 3000 كيلومتر عنده مدرسه، وفاقوا واستوعبوا على ان ذاك النظام يعني رغم المساوئ ديال ذاك النظام، راه النظام ديالنا راه المساوئ ديالو كثيره. راه ربما احنا في المغرب اخي امين راه يلزمنا فتوحات اسلاميه، ماشي ربما انقلابات او فتوحات اسلاميه. يلزمنا هنا في المغرب فتوحات اسلاميه، حيت رجع التطبيع والخيانه مع الصهاينه رجعت عادي، مبادلات وعلاقات عاديه، وعندنا جاليه ديال 1.5 مليون يهودي في اسرائيل. هذه يلزمنا فتوحات اسلاميه اخي امين، والله حتى يلزمنا فتوحات اسلاميه. الله المستعان. اش نقول؟ والله يا اخوي احمد، انا قلت لك، انا هذا الناس في البدايه لما دخلت هنا لهذا، انا جديد هنا في التيك توك، انا تقريبا 5 اشهر وقيل في التيك توك هنايا. لما دخلت قلت ممكن لعل وعسى، شغل بديت نتحاور معاهم، بديت نسمع، بديت كذا، قلت ممكن ناس تنورهم تفيقهم تقول لهم هذا غلط هذا صح. انا واحد من الناس خويا العزيز، عندي الجرأة نقول تبون ما يعجبنيش في هذه، عندي الجرأة نقول السلطة الجزائرية أخطأت في هذه، فشلت في هذه، فيه نقائص في هذه، فهمتني؟ مانيش خويا العزيز هنايا، مانيش هنايا نقول على الكحلة بيضة، بصح هما خويا العزيز كل شيء بيض، كل شيء بيض، فهمتني؟ ما كانش الكحلة كاع. اخي امين راه فرق كبير على انك تقارن مغربي مع جزائري. راه جزائري راه ربما عاش واحد الفتره اللي ربما طردوا اكبر قوه في العالم اللي هي كانت فرنسا، ودار معها شي حروب وتغلب عليها وخرجها من البلاد ديالو. الشعب الجزائري ربما عاش واحد المحن اللي ربما عمرنا عشناها هنا في المغرب، عاش الزلازل، عاش العشريه السوداء، عاش ربما عاش شي ازمات حقيقه زرعت ديك الرجوله وديك الشجاعه في القلب ديالو. يعني اي رئيس غيحكم الجزائر اذا غلط في الجزائر ربما الشعب غيثور عليه. لكن حنا خايف في المغرب، حنا راه حمايه بعد حمايه البرتغاليه، الحمايه الاسبانيه، الحمايه الفرنسيه، ودابا الحمايه الاسرائيليه. كيش بغيتي ربما على ان المغربي يدير ديك الشجاعه ويتكلم؟ ما تكلمش اخاي، ما تكلمش. حنا عشنا العبوديه في هذا المغرب، راه 12 قرن ديال العبوديه.
واش غتسنى من العبيد اخايا؟ غتسنى منهم فقط الكلام ربما الخاوي وهذا الهرطقه يعني في الخاوي. الله المستعان. هادشي اللي غادي نقول. لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا شي رجال في هذا الجيش الملكي ربما يغيروا لنا هذا الواقع المر اللي رانا عايشين فيه اخي امين. والله العظيم اذا بقى هذا محمد السادس ولا بقى ربما الابن ديالو ولا العائله العوليه العائله العلويه اللي تحكم المغرب، المستقبل ديالنا راه حقيقه اسود بمعنى الكلمه. والله يا خويا احمد كما قلت ممكن كاش ما احرار في القوات الملكيه، كاش ما ممكن ريافه، كاش ما ممكن ناس وجديين كما انت هكذا، ممكن هاد الناس يجي منهم الخير. اما البقيه فما يا كان اسبوار صراحه كما راني نشوف سي احمد، ما كان حتى امل في هاد الناس للاسف. ناس منبطحه بشكل كامل وكلي حقيقه للاسف. ولكن اخي امين راه الله كبير سبحانه وتعالى. الله غير ربما يجند لنا رجال في هذا المغرب اللي هما اللي ربما غيغيروا هذا الواقع المر اللي رانا عايشين فيه. حقيقه انا عندي الامان في الله سبحانه وتعالى. يا سي احمد لا يغير الله ما بنفس حتى يغيروا ما بانفسهم. ناس ما هيش مغيره، نظن حتى الانفس ما هيش متغيره، فهمتني؟ حتى الانفس ما هيش متغيره. فمانيش عارف، انا ما عنديش امل صراحه انه المغرب غدوه يتبدل حاله. ما جاو كان اسبوع اخي امين غيتبدل باذن الله. والله حتى يتبدل باذن الله. انا هادشي اللي كنقول لك، والله حتى يتبدل غيتبدل باذن الله. وهذا النظام الملكي باذن الله للزوال، وغيطلع ولد الشعب المغربي اللي عايش وسط الشعب هو اللي غيحكم المغرب. وهذا السرطان هذا ديال العائله العلويه اذا تحيد غنرجعوا ماشي غير خوت، غنرجعوا ربما اكثر من خوت. ولكن مادام هذا السرطان ديال المنطقه اللي عندنا هنا في المغرب، هذه العائله العلويه مادام كاينه ربما وهي اللي شاده الحكم، للاسف شوف احمد باش نكونوا واضحين فقط، احنا ما عندناش الشعب ما عندناش المشكل مع الشعب المغربي كله. وحنا المشكل ديالنا، انا قلتها، انا نحكي على روحي، انا امثل نفسي، انا مانيش ناطق باسم الشعب الجزائري. انا مشكلتي انا مع النظام نتاع محمد السادس والحاشيه نتاعو والعبيد نتاعو، فهمت؟ وكي نقول العبيد الذباب هذا وكذا، فهمتني؟ والناس اللي راهم يتبناو في المخططات نتاعو. ابارسا المغاربه كما نعطي المثال يا احمد، انا كما قلت لك يعني لما شفت انا الصور نتاع الزلزال وهذوك الفقراء والزواوله هذوك مساكن، بقيت هكذا نفكر مع راسي ونتساءل، نطرح السؤال لنفسي انا، نقول يعني هاد الناس اللي عايشين تحت خط الفقر، اللي مازالوا عايشين في الطين، يعني هذو ولا هذه مسكينه عنده تليفون ويدخل تيك توك ولا يدخل فيسبوك ولا يدخل يوتيوب ويسب الجزائر ويدير هذا، ما على بالوش كاع وين جايه الجزائر، فهمتني؟ هذا مسكين وعايش في كوكب اخر، فهمتني؟ والله حتى كاين ناس اخي امين والله ما يعرفوا حتى هذا البورطابل كيفاش ربما الشكل ديالو، ما عارفينش. راه فقط نسبه ديال العياش اخي امين دايرين لهم ديال الكونطات وعاطينهم ربما واحد الكونطات وعاطينهم المجال. وانا كنقول حقيقه كاين حتى مخزنيه اخي امين، كاين حتى مخزنيه كيتكلموا معاكم ما كيتكلموا معاكم من الثكنات ديالهم، كيدخلوا كيقول لك عاش الملك، هما فقط مخزنيه اخي امين انا كنعرفهم، وعندهم ربما عندهم حتى الكونطات ديالهم حافظهم معروفين اخي امين. ولكن الشعب البسيط والله كما قلت ربما ما عرفش حتى الخريطه ديال افريقيا ربما الشكل ديالها معروف. وعندنا الاميه كبيره في المغرب هنا، ربما عندنا شي 40% او 45% راه اميه اخي امين وما يعرفوش يكتبوا حتى السميه ديالهم. لكن للاسف هاد الفئه القليله، هاد العياشه هادو هما اللي كيطلعوا هنايا اللي كيقول لك على اننا عايشين في المغرب وعندنا وحنا بحال سويسرا وحنا فتنا ب 40 سنه ضوئيه على هذه افريقيا، وهذا غير الكذوب اخي امين. راك حتى جوجل راه صنفنا من اكثر الشعوب نفاقا وكذبا، راه جوجل واللي صنف الشعب المغربي من اكثر الشعوب هو نفاقا وكذبا. وهذو هما الامثله اخي امين، هذو هما الامثله اللي كيطلعوا كيقول لك على اننا الله المستعان. اذا بقينا غنكذبوا على نفوسنا وغنقولوا على اننا عايشين في هذه الدوله، هذه المأساة راح تبقى هذه المأساة ربما لسنين طويله. لكن اذا طلعنا وتكلمنا على الحقيقه المره اللي رانا عايشين فيها باذن الله غتبدل، لان عمرك في حياتك ما تتكلم على الحق وانت ربما هذا الحق هذاك ما كانش. لازم تتكلم الحاجه يعني بالحذافير ديالها. اذا حقيقه عندنا الجوع نتكلموا عندنا الجوع، ما عندناش بنيه تحتيه في المغرب، ما عندناش بنيه تحتيه في المغرب بلا كذوب. بصح احمد الناس اللي مثلك انت لازم ما يسكتوش، ولازم يتكاثروا،
ولازم يصيروا مؤثرين، ولازم يكون عندهم منابر باش على الاقل تخلق الجرأة لهذيك الاغلبيه الصامته، هذوك الناس اللي قاعدين يتفرجوا وهم عارفين باللي راك تقول في كلام الحق، بصح ما يقدروش يقولوا لك راه عندك حق، يقولوا لك هما لا انت ماكش مغربي، يقولوا لك انت جزائري. فانت اللي كيما انت لازم تصمد ولازم تواصل ولازم تنتشر ولازم صوتك يوصل وكلامك يوصل لكاع الناس، باش على الاقل تكون شراره، باش الناس يا اخويا على الاقل تقول يونا مار شبعنا من هذا الطحين وهذا الذل وهذا الجوع وهذا الرخص، ومن فوق هذا الشيء زاد خلق لهم عداوه مع شعب جار. فهمتني؟ ما كفاوش جوعهم وقلت لهم وبادهم وسكتهم ونسف لهم خيراتهم، لا زاد دار لهم عداوه مع جيرانهم. فهمتني؟ فلازم اللي كيما انت يا سي احمد ما يسكتوش صراحه، ولازم صوتك دائما يبقى ملعلع وصوتك دائما يبقى واصل. كاين احرار ربما احسن مني في الكلام وعارفين على هذا الشيء، وانا كنتعامل معهم في الواقع وعارفين، وكيقول لك على ان هذا الملك شفار وهذا الملك وهذا النظام ربما احنا بغيناه يزول، ولكن انا قلت لك اخي امين راه الشجاعه ما عندناش، راه ما كاينش شجاعه، الناس كتخاف على العائلات ديالها، حيت عارفين على اننا عايشين في دوله بوليسيه اخي امين. هذا هو المشكل اخي امين. حنا حقيقه الا بغينا ربما نزولوا هذا النظام ربما لازم تكون اكثريه، يعني ربما نخرجوا الخرجه ديال رجل واحد للشارع وغنعبروا على الراي ديالنا وبغينا هذه الملكيه تزول في اقرب وقت. ولكن راه اخي امين انا كنقول لك هذا الشيء، ولكن ربما ناس كتخاف يعني. بصح احمد وقتاش راح يهضروا هاد الناس؟ انا كي شفت لي زيماج نتاع الحوز هذيك، ما نكذبش على خويا لحمي شوك، قسم بآيات الرحمن. شفت واحد السيده تبكي، خسرت واقيل 10 من عائلتها، لحمي شوك يا خويا، لحمي شوك، لا اله الا الله محمد رسول الله، الجسم ديالي كله شوك. هاد الناس يا خويا خوتهم راهم تحت الانقاض، محمد السادس حاب يخلص فيهم، ماهوش حاب يدخل لهم الاعانات، حاب يخلص، قال لهم بعثوهم لي الحساب نتاع مؤسسه محمد السادس الخيريه. فهمتني؟ ما حبش ينقذهم، حاب يقبض ثمن ارواحهم فلوس. يجي هنا يدير لك بث، لقيت واحد من المؤثرين نتاعهم على واش يحكي في رايك،